كن صادقا مع نفسك، أخلو بنفسك. هذا والله من أعظم ما نحتاجه اليوم في زماننا. للواحد منا لابد أن يكون له في اليوم خلوة ولو لدقائق، يجلس فيما بينه وبين نفسه. ماذا فعلت اليوم؟ ماذا قدمت لآخرتي؟ هل ازددت علما؟ هل ازددت عملا صالحا؟ كم قرأت من القرآن الكريم؟ ماذا تعلمت اليوم؟ كيف عاملت زوجتي وأولادي؟ هل وصلت أمي؟ وهكذا يتفكر في الأعمال التي تنفعه عند الله تعالى. أما أن يهمل الإنسان نفسه، لا يجلس مع نفسه ولا يجلس مع صاحب له ينصحه، ويعيش غافلا في هذه الدنيا، تمر عليه الأيام والشهور والسنوات وما قدم شيئا لآخرته، بل هو في نقصان في إيمانه، في غفلة عن آخرته، تمر عليه الحياة وما فعل شيئا. فتأمل في هذه الطريقة المثلى في الرجوع للحق، في الانتباه من الغفلة، في تحصيل العلم. لأن الإنسان الإخوة إذا كان مع عامة الناس ربما يسمع داعي الحق، لكن ينظر يمينا يسارا ما حد يتحرك، يقول أنا مع الناس، إن صلحوا إن صلحت وإن فسدوا فسدت. هذا الذي يحصل اليوم. فيقولون الحشر مع الناس عيد، وخلاص خليني مع الناس. لكن إذا هو بنفسه جلس مع نفسه وصادق، يريد مصلحة نفسه، يريد نجاة نفسه من النار، من الشقاء في الدنيا والآخرة، هذا الذي سيؤدي به إلى سلوك طريق الاستقامة. ذلك